أخبار بطولة. أعلن اتحاد طنجة رسميا فك الارتباط مع المدرب هلال الطير، وذهبت الإدارة للتفاوض مع 3 مدربين من بينهم أجانب. كما من المتوقع الاستغناء عن اللاعب محسن متولي. يستضيف المغرب غدا الأربعاء 19 نوفمبر حفل جوائز الكاف في الرباط، ويبدأ الحفل على الساعة 7 منقولا على بوين سبورت المفتوحة والرياضية المغربية. من المتوقع أن يشهد الحفل تتويج المغربي أشرف حكيمي كأفضل لاعب في القارة. كذلك ينافس المغرب في فئات أخرى كأفضل مدرب وأفضل منتخب. أعلنت إدارة الجيش الملكي تغيير ملعب المباراة المرتقبة بين الأهلي والجيش لأرضية ملعب مولاي الحسن بدل المركب الرياضي مولاي عبد الله بسبب الأشغال لإصلاح العشب في الملعب الأخير. وضع نادي الرجاء مجموعة أسماء للتفاوض معه، من بينهم معز الحاج علي واللاعب برازيلي ريبيرو واللاعب كلود كلونو من مراكش. استطاع أولمبيك أسا في تأهيل ملعب المسيرة لاستقبال مباريات الكونفدرالية. رفض المكتب المسير لنادي اتحاد توارقة استقالة مدرب الفريق والمدير الرياضي، وذلك بعد ضجة التحكيم الشهيرة